لو ابنك المراهق بدأ يبعد فهو مش بيبعد عنك، هو بيبعد عن الطريقة اللي انت بتتعامل معاه بيها. كل تخيلنا عن المراهقة ان هي مرحلة فيها كتير من المشاكل، ولكن هي في الحقيقة مرحلة إعادة تشكيل هوية وبناء شخصية. المخ في الفترة دي بيتغير بشكل سريع جدا، عشان كده تلاقي ابنك او بنتك بقوا متسرعين، بيغلطوا كتير، بيمروا بتقلبات مزاجية حادة، وده طبيعي. اللي مش طبيعي بقى ان البيت يفضل يتعامل معاهم بنفس الطريقة اللي كانوا بيتعاملوا فيها في طفولتهم. لو كل تصرف غلط بيتقابل بالصوت العالي وبالعقاب، المراهق هنا بيحس ان هو مش مقبول، ومن هنا بتبتدي نقطة الانطلاق، ان هو بيبتدي يدور على القبول ده بره البيت. فبيبدأ معاه خطر الانحراف السلوكي، صحاب سوء، تجارب خطر، سلوكيات متهورة، وكل ده بتكون محاولة منه ان هو يثبت لنفسه ان هو ليه قيمة. وعلشان نتجنب الخطر ده لازم نفهم احتياجات ابني في فترة مراهقته. اول حاجة محتاج يحس بالامان، ان البيت ده مكان امن يقدر يرجع له لو عمل اي حاجة غلط. الاحترام، انه يتعامل على انه شخص ناضج ليه رأي ويحترم، ما يتعاملش على انه عيل صغير. المساحة، انه يجرب ويغلط من غير ما يتهاجم طول الوقت. والقدوة، ان هو يشوف سلوكيات في البيت حابب ان هو يقلدها. واخيرا لازم يكون بينهم تواصل، لان ده مش هيحصل ولا بالمراقبة الشديدة ولا بالعقاب القاسي. ودايما اسأل ابنك على مشاعره وقدرها، وشاركه جزء من قرارات البيت. خليه يحس انك بتثق فيه وان رايه له قيمه. ولو حابب تتعلم اكتر عن المراهقه واحتياجاتها النفسيه، تقدر تشرفنا في يوتوبيا، وهنساعدك انك تحول المرحله دي من ازمه لفرصه تقربوا منك اكتر.